7 خطوات عشان تتعلم انجليزي من البيت. لو عايز تتعلم انجليزي في اقل وقت ممكن ومن البيت فالفيديو ده ليك. النهارده هقول لك 7 خطوات عمليه تقدر تعملهم من مكانك في البيت علشان تتعلم انجليزي في اقل وقت ممكن. اول خطوه تحديد هدف وسبب واهداف صغيره. وخد بالك هنا تقسيم الهدف الكبير لاهداف صغيره هي التركيه الحقيقيه. كلنا عندنا اهداف، ولكن ان احنا مش بنقسمها لاهداف صغيره ده السبب اللي هو بيوقعنا كل مره. الخطوه دي لو عملتها صح اجهز للطلاقه في الانجليزي. يعني لو سالتك عن الهدف هتقولي عايز اتكلم انجليزي، والسبب حدده بالظبط. ليه عايز تتكلم انجليزي؟ هل سفر وحياه جديده؟ هل شغل معين مرتبه اضعاف مرتبك؟ تواصل افضل مثلا مع الناس اللي حواليك؟ او ممكن يكون عندك اكتر من سبب عادي. حلو قوي. قسم ده بقى لاهداف صغيره. يعني بدل ما تقول انا عايز ابقى طليق في الانجليزي كده ان جنرال، هتقسمها لاهداف صغيره. زي مثلا انا حابب اتعلم 10 جمل كل يوم من غير ما اوقف. وبعدين هبدا ان انا اتفرج على فيديوهات انجليزي واحاول ان انا افهمها من غير ما اشغل الترجمه. بعد كده هبدا اتكلم. الخطوه اللي وراها هطور من نطقي، وهكذا. طول ما السبب قدامك واضح وعلشان توصل له محدد خطوات واضحه، يبقى انت عمرك كده ما هتتوه ان شاء الله. الخطوه الثانيه اتعلم التشانكس مش كلمات وخلاص. حددنا السبب والهدف، نحدد بقى طريقه تسهل لنا الجول ده. بدل ما نحفظ كلمه كلمه هنحفظ جمل احسن وتعبيرات جاهزه للكلام على طول. وده السر اللي بيعمله الناس اللي بتتكلم اكتر من لغه. بيحفظوا الجمل اللي بيحتاجوها فعلا في حياتهم اليوميه، مش بيجيبوا قاموس ويقعدوا يطلعوا منه كلمه كلمه ويحاولوا ان هم يكونوا جمل لوحدهم. زي مثلا I'll get back to you، يعني هرجع لك تاني. او how's it going، ها ايه الاخبار. جمل يوميه بنستخدمها كل يوم. وعلشان ما تبقاش بتحفظ اي جمل وخلاص، اختار مصدر موثوق فيه مجمع كل الجمل اللي انت ممكن تحتاجها في المواقف اليوميه بشكل فعلي. زي الكتاب بتاعي مثلا. ميزه التشانكس انك بتحفظ الجمله كامله وبتخرج نفسك بره دوشه ان انت تحفظ كلمه كلمه، وبعد ما احفظ كلمه كلمه احاول ان انا استرجعهم واحطهم في الجرامر المظبوط واحط ستراكشر المظبوط، وبعدين اترجم كل ده من العربي للانجليزي. طب وعلى ايه؟ ما نحفظ جمله على بعضها تنفعنا وخلاص. الخطوه الثالثه اسمع كتير وقلد. لازم 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 تسمع انجليزي كتير جدا. وخد بالك ما ينفعش تطنش الموضوع ده. خلي كل حاجة حواليك بالانجليزي، حوط نفسك فعلا باللغة. اعمل ده بالطريقة اللي تريحك. اسمع بودكاست انجليزي، اتفرج على فيديوهات. المقاطع الصوتية اللي موجودة لكل جملة، لو انت معاك الكتاب بتاعك تبقى 5000 جملة في الانجليزي. اتفرج على فيديوهات بالانجليزي، ومع التكرار ودنك هتتعود على النطق والسمع وايقاع اللغة نفسه. اسمع الجمل بتتقال ازاي، وبعدين عيدها تاني وسجل لنفسك وانت بتتكلم بصوت عالي. مش بس بتسمع جمل وعمالة بتتخزن في عقلك وخلاص، لا، عود لسانك ان هو ينطق ويتكلم بصوت عالي. والتكنيك ده اسمه تكنيك الشادوينج. الخطوة رقم 4 اتكلم حتى لو غلط. والنبي بقى اركني دلوقتي امريكان اكسنت وبريتش اكسنت والحاجات دي كلها. انا عايزك تتكلم وبس. عمرك شفت لاعب محترف بيبتدي باصعب تمرينه؟ اكيد لا. لازم هتبتدي بخطوات صغيره بسيطه لحد ما توصل لاخر حاجه انت عايزها. ركز في الاول انك تتكلم تكسر خوفك، وبعد كده نشوف بقى موضوع الاكسنت انا وانت ونهدوا كلنا. عزيزي الواتشر وعزيزتي الواتشراي، عارفه انك دلوقتي هتسالني سؤال: هتكلم مع مين؟ هو انا اساسا بشوف اجانب؟ هقول لك يا عزيزي الواتشر اتكلم مع نفسك ان شاء الله قدام المرايه. صور لنفسك فيديو وانت بتتكلم انجليزي، او ممكن مع اصحابك لو حد فيهم بيتعلم معاك، او حتى لو حابب انك تحضر معانا كورسات اونلاين بتاعه المحادثه. اهم حاجه ان انت تتكلم وما تخافش. الخطوه الخامسه سيب الترجمه. في المرحله دي هنبدا نتفرج على اي حاجه خاصه بالانجليزي وانت سايب الترجمه خالص. مش عايزاك تشوف الترجمه دي خالص. هتفتح فيديو بالانجليزي من غير ترجمه، وعايزاك تشوفه وتحاول تفهمه وتسمع كويس، وكمان تحاول انك تردد وراهم حتى لو مش فاهم حاجه. هتيجي تقول لي طب هستفيد ايه؟ ما انا كده مش فاهم. هقول لك ان مرحله ان انت مش فاهم دي بقى احسن مرحله. كل جمله ودانك هتلقطها، اكتبها كده على جنب وروح دور عليها وعلى معناها وبتتنطق ازاي. ويا سلام لو تبدا كمان انك ترددها كتير. الميزه في المرحله دي ان كل الحواس اللي عندك بتشتغل. عينك بتتفرج، ودانك بتسمع، وعقلك كمان بيدور وبيبحث وبيستنتج. وعلى فكره احب اقول لك ان المعلومه اللي انت دورت عليها بنفسك دي صعب جدا انك انت تنساها. اكتر معلومه هتثبت في مخك، ومع التكرار وانك تبيلد اب يور لانجوج وتحط جمل اكتر واكتر واكتر هتلاقي اللغه عندك بتتطور والحصيله اللغويه عندك بقت اكتر. خطوه رقم 6 خد كورس منظم.
هتيجي تسالني طب اخد كورسات ليه؟ ما اتفرج على فيديوهات وخلاص. هي الفيديوهات اللي موجوده هتفيدك طبعا، لكن برضو التشتت بمصادر كتير هيخليك تبذل مجهود مضاعف، هتستهلك وقت اكبر وطاقه اكتر، وبعدين هتحس باليأس والملل والاحباط لو حسيت ان انت بعد كل الفرجه على الفيديوهات دي كلها انت فعلا لسه مش قادر تتكلم. وعلى فكره كل ما قللت التشتت في اي حاجه في الدنيا انت بتتعلمها كل ما هتتعلمها اسرع. اما الكورسات فبيبقى ليها خطه واضحه وخط واضح بنمشي عليه لحد الاخر، بلان واضحه اولها انا في المستوى الفلاني واخرها هوصل للمستوى العلاني، على عكس الكورسات اللي بتدي لك خطه واضحه ومكثفه، خط واضح انت ماشي عليه، هدفك واضح، مده زمنيه محدده، وكمان ماده علميه محدده، وهنا انت بتبقى مش مشتت خالص. وطبعا افضل الكورسات اللي بيبقى فيه اكتر من طريقه للتعلم، منها السبيكينج ومنها الليسننج ومنها الريدنج، بتغطي معاك كل السكيلز بتاعت الانجليزي. لو لقيت كورس بالطريقه دي هيبقى كورس مثالي. وعلى فكره دي الطريقه اللي انا بتبعها في الكورسات بتاعتي، وانا شايفه ان دي طريقه مثاليه جدا وحققت نتائج هايله مع متعلمين كتير قوي. الخطوه السابعه والاخيره، التزم وخليها عاده ثابته. هحتاج وقت قد ايه عشان اتعلم؟ طب هحتاج كام شهر عشان اتعلم؟ حددي لي كده وانصحيني يا ميس فيروز. هقول لك اولا ما تقوليش ميس عشان ما بحبش الكلمه دي. ثانيا هقول لك ان تحديد المده معتمد عليك انت بصراحه مش عليا. هل هتطبق كل الخطوات؟ هل هتلتزم بالخطه دي كل يوم؟ ولا عايز عصايه سحريه في يوم وليله تغير الحال؟ احب اقول لك والله ما فيش. العصايه السحريه الوحيده اللي هتحول حياتك هي الالتزام. انا خليت الخطوه دي للاخر علشان دي الخطوه اللي الكل بيحاول ان هو يتجنبها وبيخاف منها، بس عزيزي الواتشر وعزيزتي الواتشرايه صدقني عن تجربه، الالتزام هو الحاجه الوحيده اللي بتوصلك لهدفك في الاخر، مهما كان مودك ومهما كانت الحاجات اللي وراك، از لونج از انك حاطط قدامك خطه واضحه واهداف محدده وبتشتغل عليها كل يوم مهما حصل، اوعدك في الاخر انك انت هتوصل اللي انت عايزه. وعلى فكره مش لازم تذاكر بالساعات، لو ساعه واحده يوميا بس تكون مركز بعيد عن اي تشتتات. ونصيحه مني خليها اول ما تصحى، فاهم حاجه هنا الاستمرار، صدقني ساعه واحده بس كفايه توصلك اللي انت عايزه. اقول لك على سر، انا اول ما اشتغلت وكنت لسه بتدرب عشان اتعلم كنت حاطه ربع ساعه بس في اليوم، بس كانت كل يوم، والربع ساعه دي نقلتني في حته تانية خالص. يمكن ساعه تبان كتير، حط الوقت المناسب ليك، ولكن صدقني مع الوقت الساعه دي هتبقى مده قليله جدا قصاد النجاح اللي انت هتوصل له في الاخر. ومع الوقت هتلاقي نفسك مش محتاج نفس الكم ده من المذاكره. عزيزي الواتشر عزيزتي الواتشرايه صدقني كفايه تاجيل لاهدافك ولحياتك تقدر تغيرها زي ما الاف غيرك غيروها. ودي كانت خطوات النهارده، جربها بنفسك وهتلاقي فرق. ولو عايز تكمل رحله الانجليزي خطوه بخطوه معايا هتلاقي الفيديوهات بتاعتي على كل البلاتفورمز. ولو عايز كورس منظم وفيه معايشه للغه ووسائل تفاعليه، عايز اعرفك ان انا مجهزه كورس كامل لتعليم اللغه الانجليزيه خطوه بخطوه. لو عايز تاخد الموضوع بجديه وتوصل اسرع هسيب لك التفاصيل تحت الفيديو، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان نكمل رحلتنا سوا، واشوفك الفيديو اللي جاي.